انت خد تعالى انت. ايه لا تصحى فيد انت؟ لا عود واحد بس. عود مين يا ابن المقطع يا وقصب ابوك يعني نقلع ونزرع وكل حاجه نعملها براقك تسحب العود يعني. عود يعني هو يعني المقطوره مليانه من ايه مليانه دي تعبان على امشي. امشي امشي. يابا يخرب بيتك وبيت ابوك هي فيه. يابا الراجل اللي اسمه حسام ده ضربني. جالك صلاح امال وليه يقول؟ يابا اسمعني الراجل اللي اسمه حسام ده ضربني. ضربك ليه؟ عشان سحبت العودين قال ما المقطوره هني تقع. سحبت لك عودين؟ ايه يعني؟ ما عندنا قصب، يعني على العودين بتاعينك هم اللي نقصوها. يابا انا كان معايا 80 عيل، 80 عيل سحبوا في جلغري انا اللي ضرب. 80 عيل وما ضربش غيرك انت؟ ليه ما قلتلوش انت ورد مين يا اخي يعني دلقي انا هنقول له ورد مين؟ هو ماسكني شغال ضرب فيه وانا هنقول له ورد مين؟ لا ده نهار ده اسود، نهار اسود. بص انا عايزك اي مقطوره تلاقيه تسحب مني سواء ماشي سواء واقفه تسحب مني وتكسر في قصب الناس كله. ما قلت الكلام ده، قلت الكلام ده انت وين الضرب؟ مالكش دعوه، انا ده هجيب لك حقك مني راجل ذكي وهتشوف انا ايه هعمل لك فيه. وانا ما يعرفكش انت وادمينك عشان يمددوا عليك. ماشي يا حسام انا هربيك، روح دلوقتي وعايزك شو هذول اللي جايبهم؟ هم دول اللي من الصبح جبتهم؟ يعني نجيب لك ايه؟ يعني نجيب لك مقادير الناس كلها نفضيها هنا. عايزك تفضي المقطوره كلها هنا، عايزك تجيب لي شيله كبيره وعلى ضمانتك انت اللي هتتكلم. هتتكلم. انا ضرك هروح اجيب لك حقك من الحصان ده. والله يا عم والله ليه واقف في الطريق؟ النهارده نهار طين. كيف انت؟ نهار طين. واخدين عليك وعلى اللي جابوك يا انت. يا قاعد ورا الحيطان، المشاكل دابه عليك لغايه البيبان. عارف رح ننقطك هنا في الارض وخلينا رجلك فوق عشان خاطر انت اصلا انا عارف انا والله العظيم اللي زي حالاتك قاعدين ليه في البلد وعايشين ليه في البلد. والله تعبانين يا اخي، والله اقسم بالله تعبانين يا اخي، والله تعبانين سايبونا في حالنا يا ناس. يا دي فيات انا كل ما هاخد الرمح وراك يا دي فيات. يا سيدني دوختني انت، ليه وقعت في الطريق انت؟ ليه قاعد في وشي؟ يا ما طريق فاضي بقول لك اوه ما تحجزنيش ولا تلمسني ولا تيجي جنبي، النهارده الراجل ده هيموت. مينو دي؟ عصام. ليه؟ بيضرب ولد كلام ليه؟ ايه يعني اخذ له عدين قصب من عند المقطوره بتاعته؟ ايه فيها دي؟ لا ما فيهاش، ولما يسحب الجرار تحت مني وانا غجالك. لا لما يسحبوا تحت مني يبقى له عدل. كل الناس بس تسحب، جت على ولدي صنايعي في الحكايه دي. طبعا انا كنت مثلا كنت تصبخ مع القصب ده مثلا؟ ليك النص فيه ورث جدك مكتوب معاهم في العقد الاسود عشان خاطر ولدك يروح يسحب من قصب الناس. وانت جاي معاه ولا يعني؟ انت خرجان عليه؟ انا حوالي النهارده هخليه يعرف تاني يمد على يده على اي حد. متعرك لك مره على قناه ارض الله يخرب بيتك وبيت ابوك، خليك مره معاك الحق تعبت منك، خليك مره يد مالك مال قصب الناس يعني الراجل شقيان عليه يد مش جاي مصاريف القصب وانت وعيالك يا الواد بيسترزق منه بوقف على المشروع مكاتب وبيع العود ب5 جنيه. الناس كلها تطلع تقول رزقنا على الله وانت تطلع تقول رزقنا على الخلق انت وعيالك. الله يخرب بيتك وبيت ابوك يا اخي. ياد الناس تعبانه ماشي الناس تعبانه ما حملاش رفع صيته على مين وراح لمين سعيد؟ يا ابوي بعيد منك انت، تعال تدخل نفسك في الحوار وخلاص. ولا انا ممكن اديلك كجه واحده مش بحمل انا خلاقي باقي، خليك بعيد مني. انت لو جيت على الاحترام انا ما نحترمكش سنتي، انت عارف لما قاعد عند سمير كان خلصت عليك انا. بس عيب انت قاعد في حمى راجل، عيب. ينفع يا عم سمير؟ لا يا ابوي ما ينفعش. ينفع ابعت عيال يسحب قصب؟ وبعدين يا وبعدين بتاع الناس الله يخرب بيتك وبيت ابوك. بتاع الناس يا واكله ده مش حلال. يا عم سمير الناس كلها سحبت. يا عم سمير فاهم. دقيقة قاعد فاهم يا عم سمير جاب يا دوبك جاب حقه هو. طب انت دلوقتي يعني هو مرمي في الارض، رحت سحبت لك عود من الارض بالعقل حتى مش مرمي في الارض. لا رحت توردك سحبت لك عودين من الارض واستاذنت من الناس. لازم تسحب من ام الجرار وهو ماشي في الطريق. ودي مش اول مرة خلي بالك. عربيات موتوسيكلات مستشفيات مشروعات وتقادير. خلاص يا ابو خلاص هنبع على الواد خلاص هنبع على الواد اقول له ما تسحبش تاني وانت ما تمدش يدك عليه. ليه ارجع بالمصاصه اللي انت ماسكها دي. روح يا حاج سمير يا حاج سمير مش هنخلص مني الموضوع ده. لا على طول يا راجل ابعت في عياله والقصب مش جايب هم يا حاج سمير. والله ما عارف. طب انا ننجب مين؟ ننجب قصر ولا ننجب اللي هيشيله ولا اللي هيحطه؟ مش جايب. خلاص يا اخي مش جايب يا اخي. رئيس الوزراء قصادك مش جايب ماله الكلام ده. الله يخرب بيتكم بيت اللي جابكم كل عيل اللي معيله العيل يجي تحت الجرار يقعد يبكي